إخوان والأخوات، جبنا لكم ملخص جميل. جمال السلامي: الإطار الوطني المغربي يؤهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب لملاقاة المنتخب الوطني المغربي. غنخليكم الخوت مع هذا الملخص ونتلاقاو في الأخير. عطيونا شي لايك، الله يحفظكم، ونتلاقاو. وهي الأكثر حضورا كذلك على مستوى الجماهير الغفيرة. نحن في مبادئ في المرمى علي مدرسي، هذا حكم المباراة في طبعا أمريكا الجنوبية، وملعب البيت كامل العدد. يبدو كذا هذه المباراة التي تنطلق الآن. نواف العقيدي، علي مدرسي، حسان تنبكتي، وليد الأحمد، نواف بوشا المرضي، وأحمد عرسان، وريفي هرنار. المدرب ألفي ناصر الدوسري يأتي بكرة، الكرة في راس البريكان تصل للسعودي الدوسري، خطيرة في المكان لأبو الشامات، وبعد ذلك الإبعاد في هذا المكان. يا لها من البداية الأولى فقط، لكن لدينا صافي. كانت قد فازت الأردن بهدف نظيف. كرة تلعب للأمام الآن، ولكن بعيدة كل البعد في البداية الأولى فقط من انطلاقة هذه المباراة. 85 كانوا قد تقابلوا الهدف الأول في المباراة الثانية في الدور نصف النهائي. كرة لصالح المنتخب الأردني. المنتخب السعودي يمارس ضغطا في الملعب. هذا هو كنو، وهذا جمال السلامي المغربي الذي دخل قلوب الشعب الأردني. طبعا للأمام لفراس البريكان الذي يتقدم في الكرة الماضية، والمدافع بعد ذلك لحارس المرمى يزيد أبو ليلى. مباراة بيرتش أولى، الأردن بلا خسارة في كل مباراة. مكان الأردن الآن لديها محاولة، والكرة سهلة. كانت سادس نصف نهائي العراق 85 خسر الأخضر ب2-3. 92 98 فازت على عامر شفيع. كرة إلى ضربة حرة مباشرة تلعب الآن، والإبعاد تماس على شكل ضربة ركنية تذهب كذلك وتصل هنا، والتسديدة تحضر، والكرة بعد ذلك مرت بسلام. أعتقد من نواف بوشل، أعتقد أنها هي كانت من نواف بوشل في الكرة الماضية. نعم، وصلت هنا ولضربة مرمى. جمال السلامي الذي قال طبعا أنه كان يتمنى أن يكون يزن النعيمات حاضرا، والكل الأمانة كانوا والضربة الحرة. حسان تنبكتي يتقدم، جمال السلامي يوجه اللاعبين، ومات موجود. الكرة للأمام تلعب هكذا. الجماهير في المدرجات لديها من التقليعات والتفاعل الكبير. تنبكتي ونواف العقيد. كرة تلعب عالية، وبعد ذلك إبعاد من الأردن. تلعب وتصل إلى محمود مرضي. أردنية خطيرة، إبعاد. طبعا السعودي يوم ما قابل المغربي في مباريات المجموعة لعب بالصف الثاني. تلعب عالية وتصل الأمام، ويأتي الإبعاد، والكرة مستمرة. حاول أبو الشامات في الكرة الماضية مرة أخرى، التسديدة موجودة، إصدادات هنا، والسعودي يرفع إيده. السعودي يرفع ايده يطالب حكم المباراة. بماذا؟ هذه الكرة هنا الإبعاد، هنا التسديدة القوية التي صدت، وصلت بعد ذلك. هل كانت هناك لمسة يد؟ هكذا يطالبون في الكرة الماضية. وهنا حكم المباراة خوان جابرييل بينيتيز. وجود لخطأ، هكذا يقول. لا وجود للمسة يد، أو لا وجود لتعامل، أو لا وجود لضربة. الكرة لضربة ركنية تلعب هكذا، يأتي بكرة عالية ساقطة في منطقة الجزاء، والكرة بعد ذلك مستمر. وهذه آخر مباراة في هذا الملعب. هذه الكرة للأمام، لعبت، نقلت، وصلت الآن ضربة ركنية. السعودي أفضل نسبيا، السعودي أخطر نسبيا، السعودي أكثر وصولا نسبيا في هذه المباراة. الكرة الآن إلى ماذا؟ لعبت ما بين أبو الشامات، وصلت، نقلت. في الجانب الأردني عندك هذا اللاعب بالقميص رقم 7 محمود أبو زريق. في العمل الكبير، الفوز في تلك المباراة 2-1. خطيرة، فرصة هي الأولى في بداية الشوط الثاني، والشرارة الأولى أردنية. هذا مرور لكنه كان في الكرة الماضية، يعيدها للخلف الآن. الكرة السعودية لا زالت المحاولة للأخضر قائمة، فيها انطلاقة في الكرة الماضية. يتقدم عبد الرحمن العبود ويأتي بكرة، والكرة الماضية تصل على ما يبدو إلى ضربة ركنية. هذا القرار لا يعجب لاعب. القامات الطويلة يتقدمون، كرة تلعب الآن وتبعد وتعود، والشوط الثاني يبدأ بضغط رهيب من جانب الأخضر. كرة تلعب عالية، ذكر تلك البدايات الصعبة
اوه الله على الكرات الماضيه، لا زالت حاضره انطلاقات لعبود. هذه الكره الان هذا مجرسي ياتي بالعرضيه اردنيه بالكعب في الكرات الماضيه. مهند ابو طه، هذه خطيره، هذه فرصه، هذه ضربه ركنيه لصالح منتخبي. هذا عرس عربي، هذه كره من ضربه ركنيه تلعب الان لاهداهم اللقب الاسيوي الاول. خليل الزياني عاليه، تلعب تبعد، تلعب وتبعد الكرات الماضيه للمنتخب السعودي. ناصر الدوسري طالت عليه، لا زالت، لا الأردن الآن في هذا المكان. محاولة المرور، العرضية تحضر، ولكن أيضا يحضر نواف العقيدي. شاهدنا في الصورة مستمرة مهند أبو طه، لكن الدفاع السعودي يحضر، الدفاع السعودي يحضر في الكرة الماضية من أمام. الكرة تصل الرشدان، وبعد ذلك ربما الآن يريد منتخب الأردن أن يقول كلمة تعود للمنتخب الأردني مرة أخرى عن طريق محمود مرضي. عالية، خطير، الله النشامة تحلق عاليا في سماء العرب، النشامة تحلق عاليا في سماء كأس العرب. هدف يرتقي له لاعب المنتخب الأردني عاليا ويسجل الرشدان يهدي الأردن هدف المباراة الأول. ارتقاء خيالي في لعبة الهدف. هذه اللعبة، هذا الارتقاء، الله هذا الارتقاء من الرشدان هنا يأتي بكرة تلعب للأمام، والكرة لا زالت سعودية في هذا المكان في راس البريكان. المحاولة مستمرة، التسديدة من الخيبري بعيدة، هذه يتراجع. الكرة من ضربة ركنية تلعبها في هذا المكان وكانوا بعد ذلك للجوير. عرضية خطيرة في هذا الله يزيد أبو ليلى في المكان المناسب في إنقاذ لعبة هدف للسعودي في الكرة الماضية. يزيد أبو ليلى حارس المرمى الذي تريد في الوقت المناسب يحضر لك، لا يخيب طور كبير. لكن سعودية عبد الله الحمدان سددها، هذه خارج أرض الملعب مرتين. هذه كرة يتركها في هذا المكان، تصبح الآن مرتدة لعلي علوان. حاول، تقدم. مبروك المنتخب ديال الأردن التأهل إلى نهائي كأس العرب رفقة المنتخب الوطني المغربي. جمال السلامي الإطار الوطني المغربي بطبيعة الحال غادي يلعب مقابلة ضد المنتخب ديالو. كاينه واحد الفرحة كبيرة كون أن هذا النهائي هذا غادي نشوفوا فيه جوج ديال الأطر وطنية كتمثل جوج منتخبات، المنتخب المغربي والمنتخب الأردني. أكيد نحن كمغاربة غنبغيو نشوفوا المنتخب المغربي كيرفع الكأس العربية عاليا، وإذا ما قدر الله وفاز الأردن فأكيد غنكونوا فرحانين. لجمال السلامي كإطار وطني اللي وصل لهذا المستوى هذا، نتمنوا التوفيق لطارق السكيتيوي في هذه المقابلة هذه، ونشوفوا واحد المقابلة اللي كبيرة والكأس تكون بطبيعة الحال من نصيب المغرب في الوقت اللي بزاف ديال المحللين الرياضيين كانوا كينقصوا من المستوى المغرب في هذه التظاهرة. صحيح أنا كنشوفوا دابا جمال السلامي اللي كيلقي أحد التصريحات اللي نتمنوا أننا نخليه لكم من بعد. السلام عليكم.